اكل العيد ما بيكملش من غير سلطات حلوه. هقول لكم على اكتر سلطات بعملها جنب المشويات. هنبدا بحاجه سهله وحلوه قوي وهي البطاطا الحاره. هنجيب بطاطس تحمير ونقطعها مكعبات صغيره وممكن نعملها في الاير فراير او نقليها. وفي طاسه سخنه هنضيف توم وفلفل حامي واي توابل انتوا عايزينها. ممكن تحطوا شطه وكمون وملح وفلفل اسود، وممكن تزودوا طماطم او صلصه او هريسه وتضيفوا البطاطس على التتبيله اللي عملناها وتقلبوها وكده تبقى جاهزه. لو حد يعرف الطريقه الاصليه يقولي. ممكن تاكلوها جنب المشويات او الكفته. جربوها مع السلطه اللي جايه هتعجبكم قوي. السلطه اللي جايه هي الطماطم المخلله. هنضيف طماطم صغيره ومعاها خضره بقدونس وكزبره وشبت. هنضيف خل وثوم وزيت زيتون وملح وكمون وفلفل اسود. هنقلبهم مع بعض وكده تبقى جاهزه. ممكن نحطها في التلاجة شويه. ممكن ناكلها جنب المشويات او حواوشي او كفته مع اشهر سلطه بتكون جنبهم وهي السلطه البلدي. ودي بقى حلاوتها في بساطتها، خيار وطماطم وبصل وليمون وملح وكمون وشطه. دي الطريقه اللي بحبها في السلطه البلدي. قولوا لي الطريقه اللي انتوا بتحبوا تعملوها بيها. السلطه دي بقى مش سلطه بس، انا هوريكم الخضار اللي بحب احطه على الشاورما. بعد ما تعملوا الشاورما بالتتبيله المصريه وبعد ما تستوي وتدفوا عليها النار، زودوا عليها معلقه طحينه وبصل وطماطم وفلفل حامي، وممكن تزودوا بقدونس بيبقى طعمها حلو قوي. ودي بتكون حلوه وخفيفه كده في العيد، وبالذات لو في اطفال ومش قادرين ياكلوا الاكلات التقيله بتاعه اللحمه. واسهل سلطه ممكن تتاكل مع الكفته هي بصل احمر وعليه رشه سماق وملح. السلطه اللي جايه بقى انا شفتها فايرال في فيديوز كتير، كانت عباره عن فجل احمر وخيار وبصل. قطعت انواع كتير من الفجل، انتوا ممكن تستخدموا نوع واحد بس، وقطعت جنبها بصل وخيار. وانا بعملها حسيت المكونات دي سهله وخفيفه جنب المشويات. انتوا ممكن تزودوا عليها زيت زيتون وملح وبس كده وتبقى جاهزه، بس انا زودت لها زبادي وعصره ليمون وزيت زيتون برضو وسماق وملح وفلفل اسود وتوم باودر. وتقلبوهم كويس جدا وتسيبوهم شويه في التلاجة. وكل ما تكون في التلاجة اكتر كل ما تكون احلى. الوانها حلوه قوي وممكن تنفع للاطفال لان ما فيهاش اي حاجه حاميه. قدموها مع المشويات مع سلطه طحينه وحمص. وفي السلطه اللي جايه هوريكم طريقتين للحمص بحب اعملهم. لو بتحبوا سلطه الحمص جنب المشويات زي اللبنانيين هتعجبكم دي قوي. كل اللي محتاجينه حمص وطحينه وزيت زيتون وملح وليمون وتوم. ممكن تستخدموا توم باودر او توم صحيح عادي وكمون. دي المكونات الاساسيه. لو حابين تضيفوا اي حاجه تاني ممكن تضيفوا زيتون مشوي او فلفل احمر مشوي او كركم او بقدونس او ريحان، او ممكن تعملوها بالبنجر زي ما هوريكم دلوقتي. نفس المكونات اللي فاتت بس هتضيفوا عليها بنجر مشوي. والسلطه دي كمان لذيذه ومناسبه للاطفال. السلطه اللي جايه بقى تنفع قوي مع البوفتيك وكل الاطفال بيحبوها وهي الكول سلو. هتضيفوا كرنب سلطه ابيض واحمر، جزر وبصلايه صغيره، زبادي ومايونيز وخل. ممكن تعملوها بالسكر او العسل زي ما تحبوا، بس هي اصح شويه بالعسل. حاولوا تقطعوا الكرنب رفيع جدا، ولو انتم متعودين عليها بالكرنب الابيض بس جربوا تضيفوا كرنب احمر. هو مش بس هيزود لون، كمان بيزود قيمه غذائيه عاليه. قلبوها كويس مع جزر مبشور والبصلة كمان تكون مبشوره. وقولوا لي ايه اكتر سلطات بتحبوا تاكلوها في العيد جنب المشويات. وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.